طرح. أنت من بين الجماعة اللي رايحين يختاروا ما بين الجزائر والمغرب، تنظر للملف تاع المغرب تلقى 8 ملاعب دولية، تلقى هنالك 18,000 فندق 5 ستارز، تلقى هنالك دي زايروبور، تلقى دي بيس، تلقى دي ليزاشمينمون، تلقى تجربة رهيبة في احتضان مثل هذه التظاهرات. تروح للجزائر تلقى 5 ملاعب، 5 ملاعب قال عليهم بالماضي باللي 3 عندهم عشب لا يليق بممارسة اللعبة تاع اطفال صغار، ما بالكم كرة القدم. عندما تشوف هذا الملفين استاذ عباس، من تختار بكل نزاهه، من تختار يرحم والديك؟ عبد الغني تفضل. والله غير نهضر لك بكل نزاهه، والله وربي راه شاهد، غادي نهضر لك واش كاين اعتقادي ومبادئي. اليوم انا نكمل لك غير في انت عضو المكتب التنفيذي تاع فيفا وعضو المكتب التنفيذي تاع لاكار يعلن امام البرلمان المغربي رسميا يقول لهم باللي الدوره هذه راح تصرى في المغرب في 2025. عفوا، من تدوى اننا احنا. كان واحد الصحفي الجزائري في حالة غضب وحيرة، وهو كيعاود لصاحبه كيفاش لقى راسو مجبر يواجه الحقيقة المرة قدامه. الحقيقة اللي كتقول بالواضح أن فوزي القجع راجل وقف على رجليه وخدم بلاده بلا تردد، وأن المغرب غادي في طريق واضحة ومبنية على خدمة المؤسسات ماشي على الهضرة الفارغة. وكيف يزيد الصحفي يهدر بصوت فيه نوع من القمع لصاحبه اللي كان ديما كيهرب من مواجهة الواقع، وكيأكد له أن المنافسة مع المغرب ما يمكن تكون لا بالشعارات ولا بالدعاية، ولكن بالفعل وبالخدمة وبالرؤية. وهذا الشيء اللي للأسف ما كاينش في بلادو اللي بقات غارقة في الصراعات الداخلية، وفاش كيجي الوقت ديال الجد كيلقاو راسهم دايما متأخرين ودايما كيهربوا من مقارنة النفس بالمغرب اللي سبقهم بمراحل وبقى كيزيد يتقدم. وكيقول ليه أن الشجاعة هي أنك تعترف أن المغاربة خدامين ومركزين وما كيسناوش المواسم باش يتحركوا، وأن القجع ولا رمز لهذه العقلية اللي كتآمن بالفعل والنتيجة وبالعمل اليومي اللي كيبني صورة قوية في الخارج. وكيواجه صاحبه بالقول أن بزاف في الجزائر ما بقاوش قادرين يواجهوا هذه الحقيقة، فكيهربوا من المنافسة وكيكتفيوا غير بالانتقاد وبالتقليل من إنجازات الآخرين بلا ما يشوفوا أش نقص عندهم. وكان كيعطيه الامثله على الملاعب المغربيه الحديثه وعلى التنظيم الاحترافي ولا النجاحات اللي كتجي وحده مور وحده، وكيقول له ان المغرب ولا قوه رياضيه في العالم العربي وافريقيا، وان الهروب من الاعتراف بهذا الشيء ما غادي يبدل والو في الوضع، وان اللي بغى ينافس خاصو يكون راجل بالمعنى الحقيقي الخدمه ماشي بالهضره، وان هذا النوع ديال الرجاله هو اللي ناقص في الجزائر اليوم. وفي الاخير بقى الصحفي كيهضر بصراحه وكيقول صاحبه ان المغرب خدا الطريق ديال النجاح وثبت فيه، وان اللي بغى يلحق خاصو يخدم، وان الهروب من المنافسه ما غادي يوقفش المغرب اللي باين انه ماشي غادي يبطل الخطوه ديالو، وان القجع ماشي غير مسؤول رياضي ولكن هو رمز الوطن كيبني وما كيهدرش. وهذا الشيء هو اللي كيقلق بزاف ديال الناس اللي ما قدروش يتحملوا المقارنه، فكيدوزوا الحرب الكلاميه بدل ما يدوزوا الخدمه الحقيقيه.